اقترح الوسيط الدولي كوفي عنان تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تضم أنصار الرئيس بشار الأسد وأعضاء من المعارضة لإيجاد حل سلمي للنزاع. خطة تحدث عنها دبلوماسيون في الأمم المتحدة مؤكدين أن الدول الخمس دائمة العضوية تدعم هذه الفكرة التي ستبحث خلال اجتماع مجموعة العمل حول سوريا السبت في جنيف. خطة تقترح إمكانية إبعاد الأسد وبعض المسؤولين في المعارضة وموافقة روسيا على هذه الخطة، يعني أنها مستعدة لرحيل الأسد، وهو ما شكك به آخرون، مؤكدين أن الروس ليسوا مستعدين بعد التخلي عن الأسد أو الموافقة على أفكار تتعارض مع مصالحهم. فما هي واقعية هذه الخطة، سيما وأن بعض أطياف المعارضة السورية جدد عدم المشاركة في أي حكومة في ظل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة؟ جهود كوفي عنان المتنقل بين دمشق والعواصم المعنية بالأزمة في سوريا بدا أنها تتقدم، وجولته المكوكية أثمرت في جمع المؤثرين بحل الأزمة حول طاولة بحث في جنيف حظيت أجندتها بتوافق الدول المعنية، وباتت تعرف باسم خارطة طريق خاصة بالتحول السياسي في سوريا. الخارطة لم يعلن عنها رسميا، إلا أن دبلوماسيين غربيين سربوا ما قالوا إنه اقتراح قدمه عنان لتسوية سياسية تحظى بدعم موسكو. ينص هذا المقترح على تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تضم موالين ومعارضين، لكنها تستبعد من قد تتسبب مشاركتهم في تقويضها، والتسوية وفقا لما نقل عن عنان غير قابلة للإلغاء وتتضمن خطوات واضحة للانتقال في جدول زمني ثابت. وضع الرئيس السوري أو دوره خلال هذه الفترة لم يلحظه المقترح المسرب. وفي وقت أبدت واشنطن دعمها للخارطة، سارعت موسكو التي سبق أن نفت تسريبات غربية بشأن موقفها من بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، سارعت إلى التأكيد أن مصير الأسد بل ومصير أي حكومة وحدة وطنية يحدده الشعب السوري والحوار الوطني بمعزل عن التدخل الخارجي. أشير إلى أنه لا يوجد أي مشروع جاهز لهذا اللقاء. هنالك مقترحات ومشاريع للوثيقة النهائية لهذا اللقاء من الممكن إصدارها، والخبراء يلتقون لنقاش هذا. وإذا تم تسريب بعض الأفكار أو المقترحات إلى وسائل الإعلام ففي رأيي هذا الموقف غير مسؤول ودبلوماسية غير مسؤولة. دمشق لم تعلق على المقترح غير الرسمي، على عكس بعض أطراف المعارضة التي جاء رد فعلها سلبيا، فتنحي الأسد شرط مسبق لأي تسوية سياسية. بشار الأسد بالتأكيد لا مكان له في سوريا المستقبل، لأنه أول شخص ساهم في قتل السوريين. أما هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة فقال مسؤولون فيها لبي بي سي إنه سبق أن أبدوا استعدادهم لمحاولة شخصيات في النظام لم تتلوث بالدماء أو الفساد شرط وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وتنفيذ بقية بنود خطة عنان. المصالحة الوطنية تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى إيقاف العنف وإلى تحقيق المناخات الملائمة، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن المصالحة الوطنية، وإلا فإنه يبقى مجرد حديث ترف لا معنى له في ظل استمرار القتل اليومي. الأنظار كلها تتجه إلى مؤتمر جنيف السبت. المجتمعون الذين يمثلون الدول الكبرى والإقليمية المؤثرة في الوضع السوري أمام استحقاق الخروج بحل لأزمة استعصت على عنان وخطته الأصلية، مع استمرار القتل وارتفاع مستويات العنف والشلل الذي أصاب عمل بعثة المراقبين الدوليين. وائل الحجار، بي بي سي. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية. أهلا بك سيد بن حلي. ما مدى دقة ما نشره بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة عن مقترح كوفي عنان بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا؟ لا، هو المبادئ الكبرى لهذه الورقة اللي أعدها المبعوث المشترك، وهي تنطلق أولا من المبادئ الستة اللي كان قد صاغها ويعمل بموجبها، ومن بعض الأوراق التي توصل بها من بعض الأطراف الدولية مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، وكذلك من خلال لقاءاته واتصالاته مع بعض وزراء الخارجية العرب والأجانب والأمين العام للجامعة العربية
بحيث أنه استطاع أن يبلور ورقة بعدد من العناصر، يعني ما يطرح بالنسبة للحكومة الانتقالية هو جزء من العدد من العناصر في هذه الخطة اللي هي ما زالت مسار مناقشات يوم. إذن الحكومة، فكرة الحكومة الانتقالية هي يعني فكرة الحكومة الانتقالية أنت تؤكد لنا الآن أنها فعلا هي جزء من الورقة المتوافق عليها والتي سيطرحها عنان يوم السبت في مؤتمر جنيف. يعني هي من ضمن العناصر الأخرى، هناك ربما أكثر من عناصر أخرى، وهذا أيضا من ضمن العناصر توفير الأمن والاستقرار والهدوء. مثل ماذا؟ ما هي العناصر الأخرى سيد محلي؟ يعني أنا أقول عدد من العناصر لا يمكن يعني نكشف عنها لأنها ستناقش يوم الجمعة 29 على مستوى كبار المسؤولين. كان هناك الحديث عن استبعاد 30 على مستوى. طيب سأسهل لك الأمر. كان هناك الحديث عن استبعاد بعض العناصر أو الأشخاص أو الجهات التي تسبب عدم الاستقرار في سوريا. من المعني؟ من يعني هذا الكلام؟ هل يعني الرئيس بشار الأسد؟ هل يعني بعض أطياف المعارضة؟ شخصيات ربما نافذة في البلد، شخصيات عسكرية؟ من يعني هذا الكلام؟ يعني هو كلمة لا يمكن أن نحدد معناها في الوقت الراهن. أي عنصر يكون سبب في إعاقة هذه الخطة اللي هي على أساس مرحلة انتقالية بدون شك لن يكون مقبولا. وكما قلت أن هذه العناصر، هذه الورقة اللي هي سماها مبادئ توجيهية للمرحلة الانتقالية تتضمن مراحل ودور المجتمع الدولي وكيفية تفعيل خطة كوفي أنان من النقاط السبعة، وكيف تقييم عملية المراقبين. يعني لا يمكن نقول هناك عنصر أساسي ونركز على حكومة انتقالية، هذا جزء كما قلت من الكل، جملة من العناصر، جملة من الأفكار، جملة من الاقتراحات. أعتقد أنه ستكون مسار مناقشات وأخذ ورد إلى أن تبلور في ورقة يوم 30. نعم. هذه الورقة هل سيتم إقرارها يوم 30؟ يعني هل ستخرج الدول التي ستجتمع في جنيف لتقول لقد توافقنا على هذه الورقة والآن على السوريين تنفيذها؟ والله أتمنى أن تتفق الأطراف اللي احنا سميناها خطة أو مجموعة الاتصال كما هي محددة في الدعوات، أن نعمل أن تتوصل إلى إقرار عدد من العناصر لإنقاذ خطة وكوفي أنان ولإيجاد مخرج لهذه الأزمة اللي نحن نعاني منها واللي تتسبب في سقوط كل يوم عديد من الضحايا وفي كذلك يعني انهيار الكثير من مرافق الدولة السورية. أشكرك سيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الآن معنا من جنيف الصحفي نبيه الحسامي. أهلا بك سيد الحسامي. ربما لديك معلومات عن الخطة التي نشرت اليوم والتي أيضا أكدها لنا السيد أحمد بن حلي أنها تشمل في ما تشمله حكومة انتقالية في سوريا من أنصار الأسد ومن المعارضة، وتستبعد بعض الأشخاص الذين لم يتم التوافق على أسمائهم حتى الآن. ما الذي لديك من تفاصيل أخرى؟ أولا نحيي مشاهدي البي بي سي. فعلا كما قال الأستاذ أحمد حلي، هذه الورقة الجديدة التي سيطرحها كوفي عنان في اجتماع جنيف المرتقب هي بمثابة عربة جديدة في خطته، عربة محركة قوية، لأن الخطة كما نعلم قد دخلت في نفق مظلم بعد أن جمدت فرق المراقبين عملها. فأراد كوفي عنان أن يحرك هذه الخطة بهذا المشروع الذي يجد موافقة بين الدول الكبرى روسيا سيد نبيل حسامي، ما زلت معنا؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع جنيف. سيد نبيل حسامي، عدت لنا؟
يبدو أن فقدنا الاتصال مع جنيف. الآن معنا في الاستوديو زهير سالم، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري. أهلا بك سيد زهير سالم. لا أعرف إذا كان ضيفي أيضا السيد زهير سالم. أهلا بك. على كل حال نبدأ معك ومعي أيضا السيد هيثم السباهي، عضو النادي الاجتماعي السوري. أهلا بكما. سيد زهير سالم. ومعنا من باريس هيثم مناع، مدير مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية السورية. أهلا بكم جميعا. عذرا لهذا الارتباك الحاصل من فقد الاتصال مع السيد نبيه الحسامي. أبدأ معك سيد زهير سالم. لماذا رفضتم خطة مقترح عنان قبل أن تطلعوا على تفاصيله؟ أولا أنا أحب أن أقول كنا نتمنى أن ينجح السيد كوفي عنان في إيصال زجاجة الحليب لفم الرضيع. هو إذا كان قد عجز عن هذه المهمة السهلة فلا نظنه سينجح. هو يضع خطة الآن كما قال السيد أحمد بن حلي، خطة لإنقاذ خطته وليس لإنقاذ المجتمع السوري. نحن نبحث عن مخرج للمجتمع السوري. الحلول السياسية مطلوبة بين أطراف سياسية. نحن لا نجد في الطرف الآخر، في الطرف الذي يحكم في النظام سوريا، نجد طرفا من العصابات المسلحة القاتلة، لا نجد طرفا سياسيا يجلس معه ولكنكم لستم مدعوين إلى مؤتمر جنيف على أي حال، وبالتالي إن أحدا لم يأخذ رأيكم في النهاية. هذا كلام جميل وفي مكانه. نعم، هو صاحب المصلحة الحقيقية مغيب عن الحل، لكنهم يقترحون على الشعب السوري حكومة انتقالية يجلس فيها الضحية مع القاتل. هذه الحكومة لا يمكن أن تصلح، ونحن نعلم. والسيد لم يقول الضحية والقاتل. لا، هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. أنا أسمي الأمور بأسمائها. اسمحي لي. والسيد كوفي عنان يعلم أن الحكومة السورية لا من قبل ولا من بعد، من 40 سنة الوزير في سوريا حاجبه مقدم عليه. طيب. وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا في سوريا في ظل هذا الوضع المأزوم. هيثم مناع، وأنتم أيضا سيد مناع لستم مدعوون إلى مؤتمر جنيف يوم السبت المقبل. ما هو موقفكم من حكومة انتقالية تضم بعض أطراف النظام وبعض أطراف المعارضة؟ هل ترون في هذا حلا للأزمة في سوريا؟ أنا أظن أنه كان من المفترض بنا كسوريين أن نستمع جيدا لما قاله السيد حلي. الخطة المطروحة إحدى نقاطها مسألة الحكومة الانتقالية، هي سلة متكاملة، وكنا نحن طالبنا بتعزيز خطة كوفي عنان في التركيب بالنسبة للمراقبين، تعدد الاختصاصات، تعزيز التجهيزات، تقوية الوظيفة، وتوضيح الهدف. الآن هم يستجيبون لفكرة توضيح الهدف. الهدف هو الانتقال من الدكتاتورية إلى مرحلة انتقالية نحو سوريا ديمقراطية مدنية. هذا يجب أن يكون واضح أسود على أبيض إذا أراد كوفي عنان أن يكونوا جزءا من حركة التاريخ وأن لا يكونوا معيقا لها. ربما هذا يعني في النظرية سيد مناع، ولكن في التطبيق هل ترى أن الحديث الآن عن عملية انتقالية سياسية تضم أطراف معتدلة نوعا ما من النظام ومن المعارضة هو أمر قابل للتطبيق على أرض الواقع في وجود عناصر مسلحة على الأرض ترفض هذا الأمر، تقول إنه إذا لم يتم تسليم السلطة للمجالس العسكرية فنحن لا نقبل بإعطاء السلطة لآخرين؟ يا أختي، النقطة الأهم هي وقف إطلاق النار. أهم شيء يوقف العنف. اليوم الشيء الغائب الأساسي عن كل مواطن سوري هو معرفة كيف سيموت وعلى يد من سيموت. من يقنع بشار الأسد بوقف إطلاق النار ومن يقنع المسلحين من المعارضة بوقف إطلاق النار؟ أنا أظن بأن ذلك ممكنا. الضغوط الروسية قادرة على إبعاد كل المظاهر المسلحة من المدن إذا كان الروس جديون في الخروج من الطريق المسدود الذي وضعتنا به السلطة بحلها الأمن العسكري. إذا كانوا كذلك فبإمكانهم أن يضغطوا في هذا الاتجاه. عندها تتشكل لجنة من المعارضة للإشراف على وقف إطلاق النار من الطرف الآخر. ولكن نحن اليوم
إطلاق النار الأساسي والقدرة العسكرية الأساسية ليست بيد المعارضة وليست بيد المسلحين، هي بيد الجيش السوري. طيب دعني أسأل وبيد القوات السيد هيثم السباهي وأجهزة الأمن. دعني أسأل السيد هيثم السباهي، وأنتم أيضا كسوريين، يعني لا أحد من سوريا مدعو إلى مؤتمر جنيف يوم السبت، وهذا أمر كان لافت الحقيقة. سيد السباهي، هل ترون أن ما يتم التوافق عليه في كواليس المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، مجموعة العمل من أجل سوريا، هو في مصلحة الشعب السوري؟ يعني أولا بالنسبة للمؤتمر في جنيف هو لقاء تشاوري بين بعض الدول والدول المعنية كتركيا وقطر. يعني إذا استطاعت هذه الدول من روسيا فرنسا من إقناع تركيا بضبط حدودها وعدم إدخال المسلحين والإرهابيين، وقطر لن ترسل سلاح ومال عن طريق تركيا إلى سوريا، بالتأكيد سيقف العنف في سوريا يعني تترجم خطة أن الحدود التركية مشكلة، يعني تراخي الحدود التركية السورية هي المشكلة في سوريا؟ هي مشكلة كبيرة جدا. يعني عندما يأتي مسلحون وإرهابيون كما يقول عنهم ضيفك زهير سالم جهاديون من ليبيا ومن تونس ومن مناطق أخرى، عندما يأتون إلى تركيا إلى اسطنبول ويذهبوا إلى الجنوب ومن هناك يدخلوا عبر الحدود التركية، طبعا هي مشكلة، يعني مشكلة كبيرة، يعني لإيقاف أي عمل مسلح ضد الدولة في سوريا. يعني تصعيد في سوريا أخذ منحى ثاني. سوريا أعلنت عدة مرات أنها لن تقبل بهذا الوضع بعد 15 شهرا والمسلحين ازدادوا في سوريا، فعليها الحسم في سوريا. يعني لنتجه يعني بعد ذلك إلى هذا اللقاء التشاوري. هو لقاء تشاوري، بعض الدول وضعت يكون هذا رأي السيد أحمد بن حلي على كل حال. هو قال أن هناك ورقة وأن الورقة ستعرض يعني على الدول وأن هناك توافق ربما حولها وربما يتم إقرارها يوم السبت. على كل حال هناك اقتراحات من بعض الدول، هناك اقتراحات عدة من بعض الدول. يعني عندما تقترح الولايات المتحدة وروسيا عندما تقدم اقتراحات، يعني ليس هذا باجتماع نزهة، يعني لا بس لا كمان الدولة في سوريا والحكومة في سوريا سوريا دولة لها سيادة وهذه حكومة شرعية، يعني لا طبعا خطة عنان قامت على السيادة السورية. يضطرني أتحدث عن سيادة الدولة. البارحة قالوا الموساد قتل أحد أعضاء حماس في حي من أحياء دمشق على بعد 7 كيلومتر عن القصر الجمهوري في قدسية. هكذا قالوا. أنا يتحدث الضيف عن سيادة سوريا. أنا أريد أن أقول الحل السياسي، أنا أريد أن أتحدث أصلا عن الحل السياسي. الحل السياسي يكون بين فرقاء سياسيين فقط. هناك مجموعة عسكرية تتحكم في سوريا منذ 40 سنة. إذا كان كوفي عنان يريد أن يقدم على حل سياسي، عليه أولا أن يبعد هذه المجموعة السياسية عن مناطق السلطة. المشكلة أنكم في المجلس الوطني السوري لا ترون أي طرف في سوريا أنه طرف سياسي. يعني أنتم حتى هيئة التنسيق لا ترون أنها طرف سياسي. اسمحي لي، يعني هيئة التنسيق تعتبر نفسها معارضة ولا تعتبر نفسها بس أنتم حتى مع هيئة التنسيق عندكم مشكلة. نحن نعرف أن هناك فئات مجتمعية في سوريا. أنت قلتي عبارة أننا نريد المجالس العسكرية أن تستلم الحكم. هذا غير مطروح ولم يطالب به أحد ولم يطرحه أحد. هناك تحقيق لرويترز عليك أن تقرأوا في مسلحين على الأرض قالوا هذا الكلام. رويترز تقول ما يعجبها ونحن نقول ما نعرفه على الأرض. هناك مجتمع سوري متكامل بكل فئاته، مجتمع مدني له تاريخيته وله وجوده، يستطيع أن يلتقي المدنيون السوريون ليس تحت سطوة السلاح الروسي الذي يصل إلى هذه العصابات التي تحكم سوريا منذ 40 سنة. نحن نريد مجتمع مدني متحرر أو السلاح السعودي ولا أي سلاح. يعني نحن نريد مجتمع مدني متحرر من كل سطوة، يجلس يتفاوض يصل إلى حلول سياسية. ألقوا سلاحكم إذن.
نحن الذين نحمل السلاح. نحن تخلينا عن الدبابات. خذي كل دباباتنا وخذي كل طائراتنا وخذي كل مدفعياتنا. لا أريد أن أخذ شيء، أنا أطرح نقطة يعني عن أنتم تقولون. أنت تقولي تخلوا أي سلاح نملكه نحن يا سيدتي. سيد سالم لحظة، أنتم هذا البيان أمامي، بيان مجلس الوطني السوري، تقولون أن المجلس لا يقبل أي حوار أو شراكة مع نظام بشار الأسد، لكنه يقبل التفاوض مع من لم تلوث أيديهم بدماء الشعب السوري من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة. يعني من يعني المجتمع السوري ما بقى فيه إلا المجموعة اللي قتلت وذبحت في سوريا. هذا مجتمع سوري وحيد. يعني خذي حتى الطائفة العلوية فيها كثير في كثير من أبناء الطائفة العلوية رافضين لهذا النظام ورافضين لسياسات هذا النظام وموجودين في الداخل والخارج. إذا نحن إذا تحدثنا عن طائفة، ونحن لا نريد أن نتحدث عن مجتمع طائفي، أريد أن نتحدث عن مجتمع مدني في سوريا، مجتمع مدني أصيل من كل فئات المجتمع السوري. والسلاح لا يجوز أن يكون جزء من المعادلة القادمة لأي فريق، ولا يجوز أن يقال للمعارضة الذي يدافع عن عرضه بقطعة بارودة أن يقال له تخلى عن سلاحك أولا بعد أن عجز المجتمع الدولي بكل رجاله عن إخراج دبابة من شارع في سوريا. سيد هيثم مناع، هل تقبل بتولي الحكومة الانتقالية إذا ما عرضت عليك؟ لأن كان هناك حديث في السابق عن هذا الأمر وحتى اليوم، لكن هذا كله سابق لأوانه. أنا جندي في خدمة الثورة السورية ولست مرشحا لأي منصب. في مسألة بس بحب أقولها وبوجهها للدول اللي بدها تجتمع بال30. نعم. بدي أقول لهم المسألة الأساس ليست لا حكومة انتقالية ولا مسألة إدارية. المسألة الأساس هي وقف العنف. لذلك يجب أن يكون هناك، إن كنتم حقا مع سوريا، وقف لإطلاق النار. ولكن كيف يمكن وقف العنف سيد المناع وليس هناك أي طرف سوري على الطاولة؟ ممكن توصل اليمنيون رغم وجود القاعدة، والقاعدة لساعتها لليوم نسبيا أقوى من وجودها في سوريا الأطراف الجهادية. لا الوضع مختلف، وبالتالي بالإمكان أن نصل إلى وقف إطلاق نار ولو كان عندنا جهاديين. أنا اللي بحب أقوله أولا التركيز على وقف العنف، ثانيا يمدوا إيدهم للجيبة ويدفعوا أكثر من مليار طوارئ للمناطق المنكوبة، ويسمحوا لكل من له تجربة في إعادة البناء بمباشرة البناء فورا. لأن الناس الآن لا تنام في بيوت. نعم. الناس الآن لدينا أكثر من 1.5 مليون سوري خارج نطاق شروط البقاء على قيد الحياة. هل أنتم في هيئة التنسيق يعني ستتطوعون في حال إقرار هذه الخطة لتكونوا جزء من هذه الورقة، ورقة عنان؟ نحن أيدنا خطة كوفي عنان وطالبنا بتطويرها. المطالب التي تقدمنا بها جزء أساسي منها تم قبوله. غدا سنرى إذا كان ما طالبنا به تم قبوله أو لا في 30. بكل الأحوال نحن نريد النقاط الأكثر أهمية: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عودة حوالي 750 نازح داخل الأراضي السورية، و100,000 خارج الأراضي السورية. في عنا مشاكل كبيرة أكبر من مسألة تشكيل حكومة أو عدمه. وبالتالي هذه المسائل يجب أن تأخذ من المجتمعين الأهمية الأولى. وعندها نقول بأنهم بالفعل يفكرون بنا كسوريين ولا يفكرون علينا. سيد هيثم السباهي، برأيك هل النظام في سوريا بات جاهزا لتسوية سياسية قد تطيح برأسه؟ تسوية سياسية تطيح برأسه؟ لماذا؟ النظام قوي في سوريا. دعيني أقول كلمة للسيد هيثم المناع. هناك الكثير من السوريين يحترموه وأنا واحد منهم. لماذا لا يركب الطائرة ويذهب الآن إلى دمشق ويجلس مع الحكومة في دمشق؟ هناك سيكون حوار ومفاوضات ويرى بنفسه. مفاوضات على ماذا؟ يعني سمعت سيد المناع هو يعني يتحدث عن حل سياسي، ولكنه أيضا يقول أنه يجب إطلاق سراح المعتقلين، يجب وقف إطلاق النار، كل يعني هناك جرائم كثيرة لا يوجد. ليقول هذا الكلام من دمشق على طاولة الحوار. السوريين، أنا أعرف كثير من السوريين يحترمون السيد هيثم المناع،
أدعوه لركوب الطائرة غدا والذهاب إلى سوريا وسيرى بنفسه. أما السيد زهير سالم في التصعيد، يعني هؤلاء الإخوان المسلمين لا يعترفوا بمسلحيهم. الآن يسموهم الجيش الحر، في السابق في الثمانينات سموهم المنشقين. لا يتحملون جرائم مسلحيهم على الأرض ويتبروا منهم، يعني سياسيا لا يستطيعون تحمل هذه الجرائم التي تقوم فيهم مجموعات وخلايا من الإخوان المسلمين. أما السيد هيثم المناع فهو في خانة ثانية، يعني في النهاية سيكون الحوار. أشكرك. هناك 15,000 قتيل في سوريا. لا نريد أن يكون الحوار عندما يبلغ 50,000 قتيل في سوريا. شكرا لك هيثم السباهي عضو النادي الاجتماعي السوري، وأشكرك زهير سالم. 30 ثانية فقط، كلمة ثانيتين. إذا كان الهدف هو وقف العنف فهو عودة بنا إلى المربع ما قبل الثورة. نحن نريد إقامة دولة العدل والحرية والكرامة شكرا الوطنية. لك زهير سالم عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، وأشكرك من باريس هيثم مناع مدير مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية السورية. الآن نعود إلى